عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد. تعالوا بقى نعمل كده شوية برتقان ينفعونا للعصير في رمضان ان شاء الله. في 5 دقايق هتكوني عاملة العصير، هيوفر عليكي وقت ومجهود. كمان هنعمل من القشر بتاع البرتقان بودرة البرتقان بطريقة سهلة وبسيطة، تنفعك جدا طول السنة. تخزنيها كده في برطمان في التلاجة، تعملي بيها مثلا كيكة بالبرتقان أو نعمل بيها بسكوت بالبرتقان، فبتنفع جدا. تعالوا بقى نشوف هنعمل إيه. أول حاجة معايا هنا 4 كيلو من البرتقان، ومعايا كيلو من الجزر. هابتدي كده إن أنا أفضّي الجزر. 4 كيلو برتقان استخدمت ليهم كيلو من الجزر. هابتدي بقى كده إن أنا أفضّي البرتقان في طبق واسع كده، وهانزل عليه بقى بالمَيّة عشان أغسله كويس جدًا. لازم نغسل البرتقان كويس جدًا قبل ما نقشّره، أهو. هابتدي بقى إن أنا كده أقشّر الجزر اللي عندي بالقشّارة كده، أهو. هابتدي بقى إن أنا أقطّعه كده مكعبات بعد ما قشّرت الجزر، غسلته كويس جدًا. هابتدي بقى إن أنا أقطّعه كده شرايح، أهو. هاقطّع كده كل كمية الجزر اللي عندي. هاجيب بقى حلة كده وهانزل بيها بالجزر اللي عندي اللي أنا قطّعته، وهانزل عليه بالمَيّة. هاغطّيه كده بالمَيّة وأحطّه بقى على النار. هاسلقه إن هو يستوي تمامًا، يعني هاسيبه كده لغاية ما يستوي كويس جدًا. هابتدي بقى هنا أقشّر البرتقان بعد ما غسلت البرتقان كويس جدًا. هابتدي إن أنا أقشّره كده، أهو. يا إما أقشّره كده بالسكينة بالطريقة دي، أو إن أنا أعمله كده بالطريقة دي، أهو. أشيل الحتّة اللي فوق وأقسّمه كده، أهو. وأشيل القشر، هتلاقيها بتتشال معاكِ بكل سهولة، اهم. الطريقة دي برضه سهلة جدًا وما بتهدّرش معاكِ يعني وأنتِ بتقشّري وكده. هاخلّص بقى كده كل كمية البرتقان اللي عندي أهي خلّصتها. القشر ده طبعًا هتشوفوا بقى في آخر الفيديو هنعمل بيه إيه، مش هنرميه. هابتدي كده إن أنا أقطّع البرتقان حلقات كده، أهو. البرتقان ده ما فيهوش بذر، لو نوع البرتقان اللي أنتِ هتستخدميه فيه بذر، فطبعًا لازم نشيل البذر عشان ما يمرّرش معايا العصير. هاقطّع كده كل الكمية اللي عندي، أهو. هنا خلاص كنت قطّعت كل كمية البرتقان اللي عندي. القشر بقى هنعمل فيه إيه. أنا هنا عندي حمّصته، حطيته كده في الair fryer ودخّلته حمّصته لغاية ما نشف تمامًا. أو إن أنتِ مش لازم الair fryer، بتفرديه في صينية في الفرن وبرضه تنشّفيه في الفرن. هابتدي كده إن أنا أقلّب فيه، يعني كل شوية أقلّب فيه وأبُص عليه عشان كلّه يعني يتحمّص كويس. هنا خلاص كان اتحمّص. هابتدي بقى إن أنا أفضّيه كده في صينية، أهو. هنا بقى خلاص كان الجزر اتسلق معايا كويس جدًا، أهو. هابتدي بقى إن أنا أصفّي الجزر دوّة في مصفى كده، هاجيب مصفى صغيّرة وأصفّي أنا عايزة الجزر بس، أهو بالشكل ده. هنا بقى خلاص هابتدي إن أنا أعبّي كده البرتقان عندي في أكياس. باحُط كده في كل كيس حوالي 7 أو 8 شرايح من البرتقان، وكمان باحُط عليهم معلقتين من الجزر اللي إحنا سلقناه، بس كده. وباقفل الكيس وخلاص. ساعة الاستخدام بقى باطلّع الكيس كده زي ما هو في الشفشق بتاع الخلاط، وأحُط عليه المَيّة والسكر، وفي ثواني هتكوني محضّرة العصير بتاعِك ومصفّيه طبعًا. هاعبّي بقى كده كل الأكياس اللي عندي، أهو. كل كيس باحُط فيه يعني على حسب بقى أنتِ أفراد الأسرة عندِك، أو على حسب كمية العصير اللي أنتِ بتعمليها، هتعملي الكيس بتاعِك. هاحُط كده شرايح البرتقان أهو في الكيس. كل كيس باحُط فيه معلقتين كده من الجزر اللي أنا سلقاه.
أهو، ده طبعًا هيوفّر معانا وقت جدًا، إن أنتِ هتطلّعي الكيس تحطّيه في الخلاط وتعملي العصير على طول، غير بقى أمّا أنتِ تكوني هتعمليه في ساعتها تقشّري البرتقان ولسه هتسلقي الجزر وهياخد وقت، فكده طبعًا بيسهّل عليكِ جدًا. هنا خلاص كنت خلّصت كده كل الكمية عبّيتها، عملت حوالي 8 أكياس أو 9 أكياس. تعالوا بقى للقشر اللي أنا حمّصته، هابتدي كده إن أنا أحطّه في المطحنة بتاعة الخلاط شوية بشوية كده وأطحنه كويس جدًا، لازم أنعّمه كويس جدًا أهو بالشكل ده. كمان أنا هاصفّيه بعد كده في المصفى عشان أنا عايزاه يبقى باودر ناعم جدًا. هاطحن بقى كده كل كمية القشر اللي أنا حمّصتها أهو، وهابتدي بقى إن أنا أصفّيه كده كويس، واللي أنا باصفّيه ده وما بينزلش معايا من المصفى، بارجع أضربه تاني وأنعّمه وأصفّيه تاني بحيث إن أنا إيه، يبقى بالمنظر ده. شايفين بقى البودرة ناعمة إزاي؟ تحفة وريحتها بتبقى جميلة جدًا لو حطيتيها في كيكة وعملتِ بيها بسكوت، ليها يعني أي استخدام، أي حاجة هتحطي فيها برتقان دي هتنفعِك جدًا. هتحطي كده في علبة وبس كده، ما تنسوش اللايك واشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.